السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم هو على الكمبياله او ليفي د كوميرس. هاد ليفي د كوميرس بزاف الناس ما كيعرفوش شنو هو واحد الوثيقه كتشبه تماما الشيك، ولكن كتكون كبر منه بشي شويه، زايد عليه في الحجم. هاد الكمبياله اغلب الناس التجار كيستعملوها، ولكن مؤخرا تراجع الاستعمال ديالها عند بزاف الناس. هاد الفيديو غادي نوضح لكم شنو هي الكمبياله وشنو هما الايجابيات ديالها وشنو هما السلبيات ديالها. تابعوا معنا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا مزيان. هاد الكمبياله فيها بيانات الزاميه اللي خصك تكون محددهم فيها باش تكون خاضعه للقانون التجاري. مثلا الا كان التاريخ ما مكتوبش فيها، هاد الساعه كتكون بحال شيك افي، يمكن لك تشري فلوسك في اي وقت. بينما الا كان فيها محدد لاشيونس او التاريخ ديال الاستحقاق ديالها، في هاد الحاله خصك تاخذ داك المبلغ في التاريخ المحدد فيه. كاينين بزاف ديال الحلول اللي يمكن لك تاخذ المبلغ اللي في الكمبياله، هو انك تمشي للبنك تبيع لهم ديك الكمبياله، ولكن في هاد الحاله البنك كيقتطع عليك هذاك المبلغ، واحد المبلغ مالي من ديك الكمبياله، كيعتبر راسو بانه بحال سلفك كريدي او عطاك تسبيق وكيقتطع عليك واحد المبلغ مالي. هاد الشيء كامل الا كنتي مزروب على الفلوس. اما لما كنتيش مزروب يمكن لك تسنى حتى التاريخ ديال ليشيونس ديالها او تاريخ الاستحقاق عاد تاخذ الفلوس ديالك من الكمبياله. كاينه حاله اخرى بالنسبه للناس التجار او اللي كيبيعوا كيشريو، يمكن لهم يديروا لوندوسمون او يكتبوا على الظهر ديالها صاحب لا ياخذ الاستحقاق ديال المالي اللي في الكمبياله. في هذه الحاله هذاك الشخص لا ياخذ الاستحقاق المالي فيها او اللي مكتوب الاسم ديالو على الظهر ديال الكمبياله بحال الطريقه ديال الشيك، يمكن ليه يصرفها في تاريخ الاستحقاق اللي كاين في الكمبياله واللي مشار اليه في الكمبياله بالضبط. هاد الشيء الا كانوا فيها الفلوس بطبيعه الحال. بالنسبه للايجابيات ديال الكمبياله هما كالاتي: الخدمه ديالها او العمل بهاد الكمبياله كيكون بطريقه عمليه وبروفيسيونيل، كيخص الناس التجار واصحاب ارباب الاعمال. بينما السلبيات ديالها هما سلبيات للاسف كيخليو بزاف المغاربه يهربوا منها، وبزاف المغاربه ما يستعملوش هاد الكمبياله، وبزاف الشركات ما بقاوش كيستعملوا هاد الكمبياله وكيستعملوا بدلها الشيك. الا صاحب الكمبياله حطها بدون رصيد، في هاد الحاله صاحب الكمبياله ما كيتعرضش للاكراه البدني، كيتعرض فقط لحجز الممتلكات. بينما الشيك كيتعرض للاكراه البدني وحجز الممتلكات. لهذا المغاربه هربوا منها، مابقاوش باغيين يستعملوها حيت ما كتحميش الشخص اللي كياخذ هاد الكمبياله. كنتمنى من الناس اللي شافوا الفيديو يبارطاجيوه، كنتمنى من الناس اللي شافوا هذا الفيديو يبارطاجيو الفيديو على اوسع نطاق باش الناس يعرفوا الفرق بين الشيك وبين هاد الكمبياله ليفي د كوميرس، ويستافدوا ويعرفوا الايجابيات والسلبيات باش ما يطيحوش في هاد المشاكل اللي كيوقعوا فيهم بزاف الناس. كان معاكم عبد الكريم، والسلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته.